اليوم بتلاقي انت كثير من الناس، صحيح ان تلاقيه ما شاء الله في كل، يعني تلاقيه الظهر في برنامج رياضي في القناه الرياضيه، تلاقيه في الظهر في البرنامج، من الظهر لين مثلا موعد برنامجك او اي برنامج اخر كلها يعني شو اسمه تويتات. لا وفي العصر اذاعات ممكن يتسلى في اذاعه ويتسلى في اذاعتين، وبعدين يجي عندك وبعدين يختمها، وبعدين الفجر ما شاء الله لا ما يطلع معي الا حصريا، ما يطلعوا معي الا حصريا يعني، او اي برنامج اخر انه يعني يطلع ما شاء الله على وقت الفجر، يعني هو بعد ما سبه العالم كلهم يطلع ويسبح ويذكر الله، وهذا شيء طيب على كل حال. بس يعني ما دامك عارف هالمعلومات، تذكر الايات والاحاديث وهذه، يا اخي انت اول من يقتدي فيها المفروض. وش ذا؟ ومن جد وش هذا الكلام؟ ما ساقت والله، ما ساقت. 50 نقطة للنصر و37 نقطة للهلال. إذا أنت في يدك كل شيء بيخلص بسرعة الله يسلمك. هذا طيب. حسب آراء محمد الفودة وعبد الرحمن الزين. أترك لأبو فيصل حق التعليق أو الاكتفاء بسماع رأيك. عندك سؤال ثاني أبو جاسم؟ أنا عندي والله أسئلة كثيرة يا أبو فيصل، بس إحنا ما نبي نتعبك معنا. ما يقدر يجاوب، ما يقدر يجاوب. لو سمحت اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. والله ابو فهد، خليني بقول لك عشان الله يحفظك القصه باختصار ما فيها. فهد ابو ايش بس انا اسف؟ ابو عمر. ابو عمر حتى هو ما يعرف. لو سمحت انه ما سمعت، عفوا خالد. لا تفضل طال عمرك، اسمح لنا على المقاطعه. سم يا ابو فيصل. المراسل يقول ان حتى انت يا امير ما تعرف. لا يعرف اكيد، يعرف بس ما يعرف كنيته ابو عمر. انا وارجوك، انا ما احب المزاح لا اكيد تعرف. سم يا ابو فيصل. خالد انا مكلمك اتكلم بشكل جاد، اذا انا بدخل في استهزاء لا عفوا عليك، وش استهزاء يا ابو فيصل؟ حقك عليه يا ابو فيصل. عبد احترم المجلس. اخر مره لو سمحت. لا انت تقصد امسحها في وجهي طال عمرك، وانا اسف. مسحها في وجهي انا يا ابو فيصل. عبد العزيز رجاء لا تدخل معنا، لا تدخل معنا رجاء، لا تدخل. تفضل ابو فيصل. اي خلنا نتعاطى بعلوم الرجال الله يسلمك. تفضل فيصل. سم يا ابو فيصل. دقيقه. عموما يا صاحب السمو الملكي الامير عبد الرحمن بن مساعد، لازم يكون معنا. هو قال ما عندك علوم رجال. لو سمحت لا بس لا هو قال ما عندك علوم رجال. لو سمحت. طيب سؤال بس بدون دبلوماسية، أبيك تجاوب بدون دبلوماسية. لو خيرت وانت رئيس نادي الهلال يكون لك منافس واحد، من تختار؟ النصر ولا الاتحاد ولا الأهلي ولا الشباب؟ بدون دبلوماسية أبو سلطان، بكل أمانة. النصر طبعا. ليه؟ لأني أتوقع أني دائما بفوز عليه. كلمة لولدي تركي اللي كان دائما يقول لي بابا ابغى اشجع الهلال وكنت امنعه. لا انا اقول لولدي تركي حبيبي شجع اللي تبغى ولا عندك اي مشكله. يعطيك العافيه. ديمقراطي تركي طبعا. ما يعني والله يقول لي، كان يقول لي بكل امانه، يقول لي بابا متى افرح؟ يقول لي بابا متى افرح؟ يقول لي بابا متى افرح؟ اعتبروني ما أفقه شيء. إذا في برشلونة على مستوى العالم، فالجيل على مستوى دوري ركاء يماثل برشلونة. قل والله. خلاص يقولون ما يهذري المهذري الا من حرص خونه. يلا توصون جاي ولاش في امان الله.